اسبوع جديد وطلعت اسبوع جديده، وطلعت الاسبوع ده تفويله. ركزوا معايا بقى شويه في الكلمتين اللي هقولهم دول. تفويله مطعم صغير عامل فكره مختلفه شويه، عامل سندوتشات البقاله اللي هي الجبن واللانشون والحاجات دي اللي هي بتتباع في السوبر ماركت يعني، وعاملها في منيو سندوتشات حلوه وحادق. وهم اصلا فاتحين في اسكندريه وفتحوا الفرع الوحيد بتاعهم هنا. ركزوا معايا بقى لان في كذا اسم واخد اسم تفويله بس مش الاصلي. الفرع الوحيد الاصلي بتاعهم في القاهره هو اللي في وسط البلد في شارع الفلكي جنب بنك مصر وقدام كشري التحرير. ده الفرع الوحيد الاصلي بتاعهم هنا في القاهره. اي حاجه تانية في القاهره غير كده هم سارقين الاسم بس. فرحت لهم وجبت المنيو كله حرفيا، يعني داخلين في حاجه و50 ساندوتش. تعالوا بقى نشوف ايه الحلو عندهم وايه نص نص وايه اي كلام عشان تعرفوا تاكلوا منهم ايه. والاسعار اللي حطوا كلها النهارده طبعا شامله كل حاجه، ما بتضافش عليها حاجه. ولو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لا سمحتوا تعملوا سبسكرايب. فمن غير رغي كتير يلا بينا. يلا بينا. نبدأ بأول حاجة منيو الحادق، وده منيو الحادق بتاعهم كله. طبعا انا طلبت منهم هناك يكتب لي على كل واحد ايه هو، بس طبعا مع الضغط والزحمه اللي انتوا شفتوها دي انسى. فانا هحاول اتعامل بقى ان المنيو كبير جدا، منيو حاجه و50 ساندوتش، وانا مش فاهم دلوقتي ده يعني مين بيودي فين الصراحه خالص. وانا مأكد عليهم يكتبوا على الحاجه هي ايه، مأكد على الكلام ده. فانا دلوقتي قدامي كل دول وانا مش فاهم انا فين، لان الاصناف مش بعيد عن بعض. يعني هو لانشون تركي متكررين كذا نوع بقى يعني نفس الاصناف متكرره في كذا نوع. فانا خلاص انا كده الفيديو باظ مني الصراحه. انا دلوقتي بدور على حاجه اسمها فاهيتا لانشون، فانا هطلع كل اللانشون المقطع واحاول اطلع هو فين الفاهيتا لانشون ده. حركه يعني انا رايح مخصوص عشان كده، عشان اكد عشان ما تطلبوش من مرسول ولا بتاع معلش نسيت اكد عليهم ده اسمه ايه عشان اعرف اقول لكم سعره ايه واعرف اقول لكم تقييمه عباره عن ايه. انا كده الدنيا كلها في بعض عندي، مش فاهم انا فين وده مين وده اسمه ايه انا مش صاحب المطعم ولا شغال فيه، مش فاهم ايه دول اصلا. هحاول افتحهم كلهم واشوف فين الفاهيتا لانشون ده، وهوريكم شكله بقى اقول لكم ده حلو وده وحش، وهو الفيديو باظ كده كده يعني. ده شكل سندوتشات اللانشون فاهيتا اللي موجوده في المنيو كله، الاربعه دول. انهي واحد فيهم بقى فاهيتا لانشون معرفش. انا هدوق بقى واقول لكم ايه اللي ضرب في بقي وانتوا تعرفوا ده اسمه ايه، لان بجد انا مش عارف. يعني انا اللي شايفه ده كده دلوقتي لانشون لحمه تقريبا كده تركي، زيتون، ده لانشون لحمه تركي، جبنه كيري، زيتون اخضر في العيش الفين الصغير ده، والزيتون من دول سنه سبايسي كده طعمه حلو جدا، بس اسمه ايه وبكام معرفش. وده نفسه بس اخد قطمه اتاكد برضو هو نفس الساندوتش ونفس المكونات. طب ده ايه؟ نفس الحاجه برضو. طب هو ليه عامل لي منه اتنين؟ لانشون لحمه تركي، زيتون اخضر، جبنه كيري. الاربعه دول نفس الساندوتش، ساندوتش حلو جدا مليان، طعم الميكسات مع بعض ماشي حلو قوي، تجربه جميله. بس اسمه ايه؟ سعره كام؟ هم عموما يعني الاسعار بتاعتهم اغلى ساندوتش في المنيو كله ب 30 جنيه. الاسعار بقى من 9 8 12 15 16 20 في الرينج ده، اغلى حاجه خالص ب 30. نخش على اللي بعده. انا دلوقتي بدور على حاجه اسمها ميكس شيدر. جبنه الشيدر بيبقى لونها اصفر، دول اللي فيهم جبنه شيدر في السندوتشات. اولا هم 5 ترغيفه ميكس شيدر لونين وكلهم فيهم بسطرمه. ليه 5 ترغيفه وليه في بسطرمه؟ انا متضايق جدا جدا بجد، والله بفكر فعلا ما نزلش الفيديو ده. يعني لو نزل يبقى الفيديو ده نزل، لو ما نزلش يعني ممكن انزل لكم حته صغيره منه قصها واعرفكم ليه ما نزلش. انا بجد متضايق. يعني ايه واحد يطلع يعمل ريفيو عن اكل هو مش عارف اسمه ايه، مش عارف سعره كام، مش عارف مكون من ايه. ده شكلهم كده اللي فيهم جبنه شيدر. وهل زي المره اللي فاتت برضو هيطلع كلهم نفس الساندوتش ومكرر؟ اعتقد بنسبه كبيره هو ده. سعره في المنيو 8 جنيه، واللي فات كان 9 جنيه. الفاهيتا لانشون كان 9 جنيه، الميكس شيدر ده 8 جنيه. جبنه شيدر سايحه صفرا وبرتقاني ومعاها قطع صغيره قوي بسطرمه مش واضح طعمها خالص من كتر ما هي قليله جدا وصغيره قوي. يا جماعه انا اللي حارق دمي ان انا رحت لغايه وسط البلد ووقفت في طابور طويل عريض اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده علشان اعرف ده اسمه ايه، علشان الفيديو ما يبص مني، علشان ما اطلعش عك، ابقى طالع بعك وخلاص وعبله واديله وصور ومنتج ونزل واخلص. انا ما بحبش الشغل ده. انا احب ابقى ماسك الحاجه في ايدي اعرف ده اسمه ايه، اقول لكم بقى مكوناته كذا، سعره كذا. هم الشغل اللي شغالين بيه 3 4 اصناف: لانشون لحمه، لانشون فراخ، جبنه شيدر، جبنه كيري، بسطرمه. عاملين منها 20 30 صنف. طب انا هعرفهم من بعد منين؟ ما انت اللي مسمي. فاهمين قصدي؟ فاهمين ايه اللي مضايقني؟ نفس الساندوتش بالظبط، كل الحكايه ان البسطرمه هنا ازيد شويه، ودي تقطيعه طبعا لان اللي بيحط الحاجه بني ادم مش ماشين يعني بتحط بالظبط، فهنا زادت سنه هنا قلت سنه، انما هو نفس الساندوتش.
هو نفسه برضه مفيش اي اختلاف. طب هل دي غلطه ولا انتوا بتطلعوا الساندوتش اتنينات مثلا ولا واحد؟ يا جدعان انتوا ضريتوا نفسكم ضرتوني والله جامد. انا مش فاهم حاجه عشان افيد الناس اصلا، انا بعمل ايه؟ هو نفسه برضه بس هنا في طعم جبنه فلامنك، وبالطبيعي معرفش اذا كانوا هما بيحطوها ولا ده ساندوتش تاني مثلا ميكس جبن برضه بس فيها طعم فلامنك بتشعر كده. طب هل ده زيه؟ طب ارجع للاول تاني. 1 2 3 4 5 نفس الطعم نفس الساندوتش. اسمه ايه بكام معرفش، عباره عن ميكس جبن كريمي ومعاهم تشعيره بسطرمه صغيره، طعمه حلو جدا جدا مش وحش خالص. بس ايه هو بكام؟ خش على بعضه. في ساندوتش تاني في المنيو لما ببص عليه دلوقتي اسمه شيدر بسطرمه، فهل في واحد من دول كان شيدر بسطرمه؟ اللي احنا عايزينه دلوقتي اسمه كيري بسطرمه. بصيت برضو على اي حاجه تكون فيها الكلام ده، لقيت الخمسه دول كيري وبسطرمه. انا بضبش ده اللي قدامي، ده شكل السندوتشات اللي فيها كيري بسطرمه كده. يا ترى برضو الخمسه نفس الحاجه؟ هي دي جبنه كيري كريمي بس اللي هي مش الاصليه، اللي هي التانية اللي بتتباع في الاسواق دي، انما مش الاصليه، مش الكيري الكيري. والبسطرمه حطينا بكميه قليله جدا، نقط 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 نقط، وده طبعا مبرر من السعر. كيلو البسطرمه بكام؟ لما يفرد ويحط لك هيبقى الساندوتش ده بكام؟ فمنطقي ماشي. طعما بقى لا هو مش احسن حاجه بسبب الكيري وبسبب ان البسطرمه تكاد تكون لا تذكر، يعني لما تركز فيها قوي تطلعها قوي قوي يعني، وهتطلعها بسيط برضو تلطيش كده. نفس الذات نفس. طيب طعم الكيري دي حلو ولا وحش؟ مش وحش بس مش الاصليه، الاصليه دماغ تانية وعالم تاني، انما على سعره حلو قوي، طعمها حلو مش وحش خالص وهتمشي. نفس الحاجه بالظبط برضو. انا نفسي اعرف ليه خمسات. طيب والله ما فاهم ليه الصنف الواحد منه خمسه؟ انتوا بتطلعوا الحاجه ازاي؟ ده كيري سجق. استنى بقى، دول كيري سجق، ده مش بسطرمه، ده ساندوتش اسمه كيري سجق. انا كده طلعت بقى، بصيت في المنيو دلوقتي مفيش ولا واحد في المنيو اسمه كيري سجق خالص. ممكن يكون كيري سوسيس بقى. يا جماعه عايز اقول لكم على حاجه، اللحوم اللي مع الجبنه ايا كان هي ايه بقى، لانشون لحمه، لانشون فراخ، تركي، سوسيس، طعمها يكاد يكون لا يذكر. فانت لما تطلب الساندوتش اطلب الجبنه اللي انت عايز تاكلها، ما تعتمدش خالص على الحشو اللي مع الجبنه لانه مش هيبان اصلا. ده كيري سوسيس اهو، دي حته سوسيس واضحه وكبيره، بس حته قد كده في الرغيف كله. الحاجات اللي بالكيري عموما نص نص، مش قد كده، تعدي بس مش واو. خش على بعضه. ده بقى طبق فيه 3 تنصاص فيهم ايه؟ لانشون، جبنه رومي، جبنه كيري. فليت المنيو كله يا مؤمن الاقي صنف فيه ال3 حاجات دول، فهنقيمه على مكوناته كده، اسمه ايه والنعمه ما اعرف. ده شكله كده، خش عليه زي ما هو كده، لانشون لحمه قطع كبيره بقى مش صغيره، جبنه رومي، جبنه كيري، وفي بسطرمه نقط نقط صغننه قوي. اللي منكم ساكن في حتت شعبيه هيبقى كده اللانشون الرخيص، عارفينه ده؟ مش اللي هو بقى الحلواني الرفيع اللي بيبقى اوه لا 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 وطعم اللحم فيه واضح قوي، اللي بيبقى تخين شويه زي ده كده بيبقى ليه طعم مميز معروف، اللي هو بيبقى شكله كده اللانشون اللي زي كده اهو، السم كده، بيبقى طعمه معروف، بيبقى طعمه لحمه كده باين ان هي كواليتي مش واو، بس هو ليه دماغه، انا بموت فيه، اسمه لانشون شعبي هو ده. والكيري فرز تاني زي ما قلت لكم مش الاصلي، والجبنه الرومي اللي معاهم حلوه مش وحشه لذيذه يعني. لقيت واحد رابع الناحيه الثانيه اهو، نفس المكونات برضه، فمعنى كده ان هم سندوتشين. في نقطه البسطرمه برضه من جوه اللي هي التونه بالعين المجرده يا باشمهندس. ساندوتش كانك عامله في البيت، والحلو ان هم مليينه، يعني ده مليان مطرعم، وكلهم الصراحه مش ده بس يعني، السندوتشات كلها مليانه جدا وخصوصا بالنسبه لاسعارها، انا مش فاهم ده معمول ازاي الصراحه. فساندوتش كانك عامله في البيت مروع على نفسك قوي ومش مستخسر في نفسك وعامل ساندوتش يكيفك، حلو جدا. خش على بعضه. انا دلوقتي بدور على صنف اسمه فاهيتا سوسيس، عظيم. الاربعه دول اللي لقيتهم في اللي انا جايبه كله فيهم سوسيس وفيهم لانشون متقطع فاهيتا، حلو. بص بقى، 1 2 3 من غير جبنه كيري، وواحد بس بجبنه كيري، مين بيودي على فين؟ مفيش يا بيه. ده شكل كل ما هو فيه فاهيتا سوسيس في السندوتشات اللي جت كلها. نبدا في واحد واحد بقى ونشوف ايه الفرق بينهم. نبدا من الشمال لليمين. قطعه السوسيس مقسومه نصين ومحطوطه بالطول كده على الساندوتش من فوق، يعني ده فيه لانشون عادي وعليه من فوق نص سوسيسايه، دي الزياده يعني. انا فهمت. السوسيسايه الواحده متقطعه 4 ادي كده اهي، لو جبنا دي كده اهي، حطينا دي هنا كده وهنا دي كده، ادي السوسيسايه اهي. فهي السوسيسايه متقطعه 4 حتت بالطول بالسكينه على كل ساندوتش فيهم، تمام يا باشا شغلتنا والله، بس انتوا روقتونا. ماشي. طعم السوسيس كسوسيس مدي اضافه؟ لا هو طعم عادي خالص. سوسيس طعمه مش احسن حاجه في الشعب منه قوي، السوسيس بالذات ما بيمشيش في الكلام ده، لو لا مش هنقول لك ماشي، انما السوسيس ما بيبقاش حلو قوي. يعني انا لو هضرب الميكس فاهيتا ده هضربه من غير سوسيس، ماشي. نشيلها بقى كده كانها ما جاتش ونشوف ابو كيري ده نفس الحاجه بالظبط، لانشون لحمه، تركي، زيتون اخضر، جبنه كيري، والسوسيسايه من الوش.
برده من غير سوسيه احلى. ايه الفرق بين ده وده؟ جبنا الكيري بس اللي هنا، ده ما فيهوش كيري نفس اول واحد، وده ما فيهوش كيري نفس اول واحد برده. خش على اللي بعده. 1 2 3 4 5 6 7 7 سندوتشات دول فيهم سوسيس كيري. انا قلبت المنيو كله مفيش ولا بند في المنيو كله في سوسيس كيري، فدول اسمهم ايه وعباره عن ايه وبكام؟ بس هم كلهم نفس الشكل كده بالظبط. ده شكلهم كده. ويبدو على ما يبدو ان فيهم من جوه بسطرمه، لان في نقط بسطرمه صغيره قوي. هنشوف، خش عليهم واحد واحد كده في السريع نعرف ايه الفرق بينهم. بس الطعم الوحيد اللي واضح فيه ده جبنه كيري وسوسيس. لو في اي حاجه ضايفينها معاه من جوه فهي مش واضحه خالص. نفس الكلام بالظبط. شرحه نفس الحوار. انا اعتقد بنسبه كبيره ان اوردراتي دخلت مع حد تاني، اصل ليه صنف واحد يبقى فيه 7؟ هم دول ممكن يتجهزوا وتوزعوا غلط. نفس الحاجه برضو السبعه هم نفس الحاجه، جبنه كيري سوسيس اللي هو مش موجود في المنيو اصلا، اي حاجه مكتوب عليها كده في المنيو. قلبت في المنيو شويه دلوقتي لقيت صنف اسمه كيري بسطرمه سوسيس، غالبا هو ده، غالبا بنسبه كبيره يعني لان مفيش غيره. والبسطرمه زي ما قلت لكم اللي هي بتبقى نقط صغيره قوي مش واضحه دي، فغالبا هو ده البند. خش على بعض. الصنف اللي بعد كده المفروض ان هو اسمه سوسيس شيدر. انا عندي سندوتشين فرداني كده، واحد سوسيس جبنه رومي وواحد سوسيس جبنه شيدر، فانا مش فاهم هم قصدهم على ايه. ومن اول الطلعه السندوتشات بتيجي اتنينات، هنا جايه وحايد، فوالله العظيم انا ما فاهم حاجه فعلا. انا اللي قدامي دلوقتي سوسيس جبنه رومي وسوسيس جبنه شيدر اللي هو ميكس جبنه شيدر. which is which who went where. ده شكلهم كده. نبدا بسوسيس رومي. ميكس حلو قوي، سوسيس مع الجبنه الرومي، الجبنه الرومي الحادقه المززه دي مع سوسيس عملت ميكس حلو قوي، لان السوسيس يعني محتاج حاجه تزقه زي ما قلت لكم، هو نص لبه شويه. نخش على سوسيس جبنه شيدر. ده ميكس شيدر اللي هي لونين في بعض، حلوه برده مش وحش، بس الجبنه الشيدر هنا هاديه غير الرومي، فطعم السوسيس معاها مش احسن حاجه لانها هاديه قوي. هنا الرومي طاغيه وحادقه فمغطيه شويه على السوسيس، فعجبني ده اكتر. خش على بعده. الطبق اللي قدامي ده فيه ميكس شيدر بسطرمه وميكس شيدر وجبنه كيري بسطرمه. دول ايه يعني الميكس شيدر دول ايه؟ امال احنا اللي جربناهم في الاول ايه؟ اي دون نو. وده جاي فرداني لوحده كده ليه؟ برضه اي دون نو. فتعالوا اوريكم شكلهم ونجربهم. ده شكلهم كده. نبدا بالميكس شيدر اللي مش باين فيه بسطرمه. شغال مش وحش. خش على البسطرمه. ده احلى بقى، ان البسطرمه اديته حرشانه كده شويه، مزازه وطعم احلى، حاجه تكسر الجبن فجامد. نخش على الكيري بسطرمه. حلو برده مش وحش، والاثنين كل واحد ليه جو، يعني لو بتحب الشيدر اكتر يبقى ده احلى، لو بتحب الكيري اكتر يبقى ده احلى، انما الاثنين حلوين جدا. نخش بقى على سوسيس بسطرمه شيدر. ده شكله كده. بما اني مش مفضل قوي سوسيس عندهم فلا الشيدر بسطرمه بس احلى. بصوا ده واحد تاني كده بسطرمه اخو اللي كان من شويه، ده النص التاني بتاعه، ده الفرده التانيه بتاعته، فهم بيجوا اتنين، فخلاص دقناه مش هندوقه تاني. هم حتى الباكينج مش حاطين كل اتنين نفس الصنف مع بعض، ده هنا وده هنا وده مع ده وده، يعني عادي كده الدنيا عبله واديله. بصوا بقى الصنف ده تركي جبنه رومي، ده برده مش موجود في المنيو خالص، ودورت كده مفيش حاجه معاه، هو تركي وجبنه رومي بس. ده شكله كده. نخش على التركي رومي. جوده التركي مش احسن حاجه خالص، عادي واقل من العادي كمان، طعم مش واضح. ساندوتش طعم الجبنه الرومي فيه احلى بكتير، ما بفضلش قوي التركي لانه شريحه واحده ومش واضح قوي، فمش ضايف قوي للساندوتش يعني. طعم الرومي طاغي اكتر بكتير فمش هتحسه بالتركي. نخش على انا عارف اسمه بقى، وجايبين منه 3 قطع. ده اسمه ميكس حادق، بيبقى بسطرمه وجبنه شيدر ولانشون فراخ او تركي، مش عارفين قوي يعني. ده ميكس حادق بيبقى عباره عن ميكس شيدر ولانشون فراخ، هم كاتبين كده لانشون فراخ مش تركي، وجبنه تركي اللي هي كيري يعني، وسوسيس. ولما دورت فيهم لقيت ان اللي بالمواصفات دي 3 سندوتشات، فهنشوف الكلام على ايه. بس انا عشان ما تقفلش قوي هشيل السوسيس دلوقتي ادوقه من غيره بس الاول. القشره بتاعت اللانشون قطم السوسيس بقى. كان متوقع من غير سوسيس احسن، ونفس التعليق على لانشون الفراخ، انا كنت فاكره تركي، ده طعمه مش واضح قوي، وطعم الجبن متوسط مش وحش، فشغال يعني يمشي حاله مش وحش. نخش بقى انا عارف اسمه برضه، سجق، سندوتش السجق. وهم عاملين حاجه في منتهى الغرابه، يعني ساندوتش يجي لك اتنينات، وساندوتش تاني يجي لك تلاتات، وواحد تاني 4، وواحد جه 7، وواحد ده واحد بس، فانتوا بتطلعوه ايه بالظبط؟ انا مش فاهم لكم اول من اخر والله. ده شكله كده. بصل وطماطم وخلطه، بس كطعم سجق مش احسن حاجه، عادي قوي يعني ما انصحش بيه خالص. نخش بقى على اخر 2 في الحادق قبل ما نخش على الحلو. اللي على الشمال تونه واللي على اليمين رنجه. ده شكلهم كده.
ولقيت واحد في الركن كده كان منسي، واحد تونه برده، فالتونه بيجي نصين، او ده اللي جالي يعني، معرفش الصراحه لان الرنجه جايه نص واحد او ساندوتش واحد يعني. المهم نبدا بالتونه. لا مش حلو، اصل السي فود بالذات ما ينفعش تسترخصوا فيه. تونه مهروسه مش قطع، طعمها مش وحش بس برده مش حلو، يعني لو هتموت على التونه يعني هيعدي، فاهمين قصدي؟ يعني ممكن في البيت تعمل ساندوتش تونه احلى من ده بكتير في البيت، فمش واو. نخش على الرنجه اللي فيها بصل دي، متفائل بيها خير. حاطين الرنجه بجلدها، يعني قطع الرنجه بالجلد، ولا سنه ليمون، لا كسي فود مفيش داعي. نخش على الحلو بقى، نخش على الحلو بقى، والحلو كاتبين عليه كله. طب يا ولاد الحلال، يا ولاد الحلال، ما كنت عملته كده في الحادق. يلا اللي حصل، هجمع بقى الحلو كده واحده واحده ونخش فيه على طول. الحلو عندهم عباره عن قسمين، قسم اسمه كريمه وده بيعملوا منه 6 انواع مختلفه، والقسم الثاني ميكسات حلو. نبدا بالكريمه، ونبدا باول واحده فيهم كريمه حلاوه. ده شكله كده. هنشوف بقى عباره عن ايه. عباره عن طبقه قشطه رقيقه وحلاوه وطحينه. جامد جدا جدا وحلو، حلو بجد، حلو قوي، بس انا لسه في كتير قوي فمش هتقل يعني، كده حلو قوي. نخش على حلاوه العسل. ده شكله كده. قشطه كريمي وعسل، العسل معظمه واقع بره، هناخد حبه كده، واضح انه عسل خفيف مش عسل تقيل. طعم الكريمه هنا لوحدها من غير الحلاوه فضحتها، خفيفه قوي والعسل شرحه، فلا مش مميز خالص العسل ده، الحلاوه احلى بكتير. خش على المربى. ده شكله كده برضو كريمه ومربى. كل ما الكريمه دي بتزيد كل ما طعمها بيبان قوي، فما بتتكيفوش من الساندوتش قوي. احسن شويه من العسل بس برضو الحلاوه لسه اجمد واحد. خش على الكريمه الشوكولاته، نفس الذات نفس بس شوكولاته. طعم الشوكولاته كشوكولاته مش واو يعني، فالميكس مع الكريمه برضو مش مميزه يعني الصراحه. نخش على الكريمه الشوكولاته مورو. ده شكلها كده. انا عايز اعرف ايه اللي مرشوش على الوش ده. شوكولاته طعمها حلو قوي، شوكولاته مفتته مبشوره. ده جامد قوي، ده جامد وتقيل وحلو قوي. طعم الشوكولاته تحفه، والكريمه بقى دورها ان هي تفصل بالخفيه اللي هي فيها دي، تفصل الدنيا، فمش هي الطعم الاساسي في الساندوتش، الشوكولاته هي اللي طاغيه، حلوه قوي قوي بس تقيل قوي. نخش على اخر واحد في الكريمات، كريمه لوتس. ده شكله كده. خش على اللوتس وربنا يستر. نفس الحاجه عن المورو، طعم اللوتس حلو جدا واضح وتقيل، والكريمه هنا دورها ان هي تفصل وتنزل جزعان السكر ده، فالميكس مع بعض بقى تحفه. بما ان ده اخر واحد في الكريمات فهقول لكم اجمل 3 فيهم، الحلاوه والمورو واللوتس، دول اللي فيهم. نخش على الميكسات الحلوه من اول هنا بقى. الميكسات كلها بيعملوا منها نوعين والاثنين بنفس السعر، كلها بيعملوا منها نوعين، شوكولاته سمراء وشوكولاته بيضاء، اي نوع عندهم بيعملوا منه النوعين دول. فانا برضو عملت ايه، جبتهم كله، فعلشان ننجز هجيب الاثنين بتوع كل نوع مع بعض، يعني الشوكولاته الدارك والشوكولاته البيضاء مع بعض في كل نوع فيهم عشان نخلص. نبدا بالميكس كريمه حلاوه شوكولاته. ده شكلهم كده. نبدا بالدارك، سندوتشات ملغوصه لغوصه رهيبه، قطمه صغيره كده، حلوه قوي قوي، من اجمد الحاجات الحلوه اللي عندهم. ده حلاوه شوكولاته طعمها حلو قوي، وكريمه في النص بتفصل جامد جدا. تاخد حته من الابيض نفس الكلام بس شوكولاته بيضاء، وربنا يستر وتطلع حلوه، عشان لو طلعت اي كلام يبقى كل الابيض اللي جاي ده يبقى بايظ. حلوه قوي برضو قوي، وبجد الاثنين احلى واغنى من بعض، يعني ما اقدرش اقول لكم مين احلى من مين، الاثنين بجد تحفه وكل واحده ليها دماغها، حلوين جدا جدا. نخش على الميكس اللي بعده، كريمه شوكولاته اوريو دارك ووايت برضو. ده شكلهم كده. نبدا بالدارك. انا هجرى لي حاجه هموت والله، اكل كتير قوي. حلو جدا جدا بس تقيل، لو بتحبوا الحلو التقيل هيعجبكم قوي ده، لان الشوكولاته تقيله قوي. خش على الوايت سندوتشات يعني خلاص في ذمه الله عمرها الافتراضي خلص. حلو قوي برضو وطعمه اهدى شويه من الدارك، يعني الشوكولاته البيضاء اهدى شويه من الدارك، ففي الميكس ده الابيض احلى، حلو قوي. نخش على السكالانس بقى، ده بيبقى كريمه وحلاوه واوريو ومربى وشوكولاته دارك او شوكولاته بيضاء. وكالعاده نبدا بالدارك، اعتقد ده هيبقى مود، ده بنستر ما يجريش سكر. از اكسبكتد، كما هو متوقع، بس ما عجبنيش بقى، ده مسكر جزع قوي قوي، يعني ده تاكله لو انت بتحب الحاجه الجزعه كده. كتير قوي، اطعمه كتير قوي، كميه سكر كتير قوي داخل في بعضه، وكله مسكر، كله عالي في عالي في عالي في عالي. لا الحلاوه الشوكولاته اللي في الاول برقبته. خش على الوايت كده، مش اهدى ولا حاجه، نفس الكلام، تقيل قوي برضه.
لا الاثنين دول اوت، الا لو بتحبوا السكر التقيل قوي الجازع قوي قوي، غير كده مش هيعجبوكم. نخش على اللي بعده بقى، لوتس اوريو. وده لقيت فيه حاجه غريبه، لقيت 2 شوكولاته وواحد شوكولاته بيضه. طب ليه 2؟ ما تفهمش. هبص على الاثنين الدارك دول بس كده بصه عشان اعرف في فرق ولا لا. في فرق، ده حاجه وده حاجه. هما الاثنين مكتوب عليهم نفس الحاجه، بس ده اوريو وده مورو تقريبا، مش عارف. بصوا الاثنين دول شكلهم واحد ازاي، نفس نوع الشوكولاته، واحد ابيض وواحد اسود. ده اللي مختلف شويه. نبدا بالدارك. حلو قوي، تقيل قوي قوي والله يا جدعان قوي. خش على الوايت. جامد جدا 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 برضو الصراحه، وتفضيل شخصي بقى، بتحب الوايت اكتر ولا الدارك؟ اتنين تحفه، انا عجبني الدارك اكتر سنه. ندوق بقى المختلف عنهم ده، نشوف بس الكلام ايه. هو نفس ده بس من غير اوريو، اللي بالاوريو اجمد. نخش بقى على المورو لوتس. فاكرين الحلاوه اللي كانت في الاول دي؟ حلاوه لوتس دي ملهاش علاقه بالميكسات، بس هم كاتبين عليها من بره مورو بس كده، وجايبين ده مورو وايت شوكليت، مورو لوتس وايت شوكليت. فانا افتكرت ان هو ده الشوكولاته الدارك بتاعته، عشان كده حصلت اللخبطه دي. بجمله لخبطه الفيديو اصلا ملخفن من اوله. فنبدا بالحلاوه مورو. ده شكله كده من اكتر الفيديوهات اللي ضايقتني في حياتي وانا بعملها، في حياتي، لان انا ما بحبش اعمل فيديو عك. يلا اللي حصل بقى. طعم المورو خفيف خالص، مع الحلاوه ماشي حلو مش وحش، بس ما زالوا اجمد ثلاثه هم نفسهم زي ما هم، ما اتغيروش يعني. نخش بقى على لوتس مورو شوكولاته بيضه. وطبعا زي ما هو واضح هم ما جابوش منها شوكولاته دارك، هم جابوا منها شوكولاته بيضه بس، مع اني طالب الاثنين ومأكد عليه ان الميكسات كلها هاخدها اتنينات، الدارك والوايت. ده شكله كده. خش على اللوتس مورو شوكولاته بيضه. هي دي اللي تقول لها مش قادر اقول كرهتك، مش عارف اقول نسيكي. مش عارف اقول كرهتك، مش عارف اقول نسيكي. ما اقدرش اقول وحشه خالص، علشان كده ضرب في دماغي بيت الشعر. حلو جدا جدا جدا، بس تقيل قوي برضو، بس مش جازع يعني، فاهمين قصدي؟ تقيل بس مش جازع سكر، لا حلو، بس حلو تقيل وجامد قوي قوي. لوتس وشوكولاته مورو وقشطه وكريمه معاهم في النص، جامد قوي. اللي بعده برضو نفس الغلطه، مورو اوريو وايت شوكليت، والدارك شوكليت ما جاتش، مع ان عندهم دارك شوكليت وجات عادي، بس هي لخبطه بقى من الاوردرات. ده شكلها كده. طعم منين بس؟ العيش خلاص زعل. حلو بس تقيل مجزع، شوكولاته في شوكولاته في سكر في سكر في سكر، حلو تقيل قوي ومجزع. اللي فات عجبني اكتر، اللي هو لوتس مورو. نخش على حاجه اسمها سوبر 95. ده بيبقى كريمه ومورو ولوتس واوريو وشوكولاته بيضه او سودا وسوداني. معركه يا بيه، هموت والله العظيم، مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر. انت صغيره كده. حلو بس مش واو، لان اكتر حاجه طعمها واضح فيه هو الشوكولاته، والفستق اللي معاهم ده صغير جدا وجودته مش قد كده يعني، ففي العادي. خش على الوايت كده يمكن يظبط، مش من اجمدهم اقصد يعني. نفس الكلام برضو بالظبط، حلو بس مش اجمدهم. نخش على القنبله بقى، برضو زي ما هو واضح هي جايه شوكولاته بيضه بس مفيش دارك. والله انا فاهم لها هي شوكولاته بيضه ولا شوكولاته دارك، هنشوف يعني. ده شكلها كده، واضح ان هي بيبقى فيها كل حاجه مع بعض يعني. طب اعمل ايه؟ اخد حته منين؟ حاطين فيها صابع شوكولاته. حلو قوي 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 قوي. هي شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك، يعني واضح ان هي الاثنين مع بعض، واوريو ومورو وسوداني وصابع شوكولاته. اوفر دوز سكر، اوفر دوز موت، دي المفروض يسموها الموت. حلوه جدا، بس ممكن يخش فيها 5 عادي جدا، عادي تقسم كده 5 6 كمان، والواحد قطمه يا دوب بوم السكر باي باي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، دي حاجه اسمها اختراع بيستاشيو، ودي المفروض برده في منها نوعين، بس هم جايبين نوع واحد. تعال نشوف ايه هو. واضح برده ان هي زيها زي القنبله، فيها شوكولاته بيضه وشوكولاته دارك مع بعض، عشان كده ما جابوش منها 2. ده شكلها كده. اختراع البيستاشيو. شوكولاته اوريو وشوكولاته دارك. دارك مش قصدي دارك شوكليت يعني، قصدي ان هي البراون، وده من اول الفيديو لغايه دلوقتي اي حاجه قلت عليها دارك قصدي اللي هي البراون مش دارك شوكليت. وحاسس بطعم لوتس وشوكولاته بيضه وسوداني اللي لازم يغيروه عشان هيفرق جامد جدا في الحاجه بتاعتهم يعني، لو اتغير هيبقى في حته ثانيه. واكتر حاجه مهمه فيها اللي هي البيستاشيو، طعمها فيها حلو قوي، مش ضارب منهم يعني، فلو بتحب الفستق يعجبكم قوي، جميله. نخش على اللي بعده بقى، كندر. ده شكلها كده. انا مش عارف ده حلاوه ولا ايه، بس واضح ان فيها كريمه زي اللي كانوا في الاول، وغالبا دي شوكولاته كندر مش حلاوه، هنشوف. شوكولاته كندر طعمها مسكر قوي قوي، انا ماليش في المسكر قوي بالزياده ده، مش عاجباني لا. نخش بقى على 3 انواع كندر الفارلين، كندر مورو، كندر لوتس، كندر اوريو. نبدا بكندر مورو. ده شكله كده. كندر مورو، اما كندر لوحدها كانت مسكره قوي، هتبقى كندر مورو دي عامله ازاي؟
ضفت شوكولاته المورو معاها ظبطت السكر شويه. كندر بس كانت جزعه قوي سكر، هنا الدنيا بالانس شويه فحلوه بس مش من احسنهم برضو يعني، تعدي عادي. خش على كندر لوتس، ده شكلها كده. انا مفيش فيديو في حياتي تعبني قد ده في حياتي، لان الحاجه كلها تقيله جدا ومسكره قوي واصناف كتير جدا وكله ورا بعضه، فبجد تعبت جدا جدا يعني. طعم اللوتس معاها برده حلو جدا، مش وحش، حلوه جميله يعني. لو بتحب اللوتس هتهيصوا بيها، دي جامده قوي. نخش على اخر واحده في الكندرات، كندر اوريو، ده شكلها كده. جزعه سكر قوي كتير قوي قوي، لا مش احسن حاجه. نخش على اخر حاجه النهارده بقى، نخش على اخر واحد بقى في الحلو، ليفل الوحش، ده اسمه ديزل. ده ما فيش منه نوعين لان هو بيبقى فيه كل حاجه. ده منيو الحلو بتاعهم كله تقريبا كومبايند. ده بيبقى كريمه ومورو واوريو وكندر ولوتس وسوداني وشوكولاته براون وشوكولاته بيضه، كل حاجه في حته واحده. انا منمل بجد منمل، بس الخلاصه تبقى مهمه قوي يعني. خلاصه الفيديو ده هتحفظ في التاريخ. طب يا اخي بالله عليك 10 13 صنف مع بعض، انت هتجمع ايه في ايه اصلا؟ انا حاسب طعم سكر بس، ولا اي حاجه من المكونات اللي انا قلتها حاسب طعم غير سوداني. الباقي كله سكر وكريمه بتلطش معاه شويه كده. والاوريو برده لوتس تقيل قوي 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 قوي. ليه ناس واللي انا مش منهم. تعالوا بقى اقول لكم الخلاصه اللي مهمه قوي. خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه مبدئيا كده قبل ما اقول لكم الخلاصه. انا اسف ان انا مودي النهارده مش مظبط، واكيد ده هيبان في الفيديو. عندي شويه مشاكل شخصيه كده مخليه نفسيتي مش احسن حاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين ان طلعت تقيله قوي 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 بالزياده يعني، يعني زي ما الامريكان بيقولوا كده اي اندر استيميتد، اللي هو يعني ما اديتهاش حجمها. افتكرت ان هي سندوتشات صغيره وبتاع والدنيا هتعدي مش تبقى تقيل قوي كده، فقشطه يعني 54 ساندوتش ولا 55 ساندوتش الدنيا هتعدي. الموضوع تقيل جدا، وبعد اسبوع كامل دايت ستريكت وقوي كده تعبت قوي. فالاثنين مع بعض وانا اصلا داخل مقريف ما كانتش احسن حاجه. والعك اللي حصل منهم، خصوصا ان انا رايح لغايه هناك يعني، انا رايح لغايه وسط البلد علشان يكتب كل واحد ايه هو، فاعرف ريفيو مظبوط واقول لكم ده ايه وعباره عن ايه وبكام، وده ما حصلش. فده قفلني خالص بقى، لان انا راجل ما بحبش اعك، ما بحبش افتح الكاميرا وعك وربك يفك، ما بحبش المبدا ده. لو عبله واديله اي حاجه في الرغيف وخلاص، والناس بتتفرج يا عم محدش بيدق، ما بحبش الطريقه دي. يكشكون اللي بيتفرج عليا 5 10 مش مهم، بس احب اعمل الحاجه مظبوطه، ما بقاش طالع لا انا عارف ده ايه ولا اسمه ايه ولا بكام. كل ده ساعد ان انا ابقى مقفل خالص طول الفيديو. فانا اسف طبعا لو مودي مش لطيف وده ظاهر في الفيديو، ان شاء الله الاسبوع الجاي نظبط. ده حاجه. خلاصه المطعم بقى، خلاصه الكلام تفويله. لو انت بتدور على كواليتي عاليه مش بتاعك خالص. تفويله كواليتي متوسطه شغاله تحت المتوسطه، حاجه يعني في العادي في الشغال منه، وبتقضي بيها اليوم وبتمشي بيها الدنيا في كل حاجه بيقدمها. لحوم بارده، جبن، حلويات، يعني ايه الدنيا كواليتي كده، ايه عبله واديله يلا هتمشي، يلا يا عم نزقها، الدنيا هتمشي تبقى حلوه. انما لو رايح متوقع كواليتي عاليه وكواليتي في حته ثانيه يعني عاليه، ما تروحش ببساطه. فكره بقى انك تجيب المنيو كله عشان تبقى جربت المطعم ومفيش حاجه فايتاك، نوت ورث ات خالص، سواء في الحادق او في الحلو. يعني الموضوع مش مستحق العناء خالص. الحادق كله شبه بعضه، قريبين قوي من بعض. فشوف انت بتحب ايه كانواع جبن، اكتر نوع بتحبه وروح دوس، مع علمك ويقينك ان الكواليتي مش افضل حاجه، مش احسن حاجه. الدنيا تبقى في الايه، في الشغال منه، في الزق منه، هتمشي. والحلو نفس الكلام. والحلو ينقسم شقين، الجزء الخفيف شويه اللي هو الجزء الاول اللي هو الكريمات، وانا قلت لكم ايه اجمل 3 فيهم لان الصراحه مش فاكر. الحلاوه والمورو واللوتس. الميكسات بقى كلها تقيله جدا، كلها بلا استثناء، وكلها قريبه من بعض. يعني السكر جازع جدا وخابط جدا وتقيله جدا، فتحس ان الدنيا قريبه قوي من بعض، ما عدا كام نوع بسيط اللي هو مثلا البيستاشيو، ده واضح ومختلف. اللوتس، الحلاوه بالشوكولاته برده مختلف مميز. الحاجات البسيطه دي، غير كده مش هتحس فرق كبير، كله سكر سكر ضرب في الشتيمه. ودي كده خلاصه الخلاصه. بس كده هي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش اللايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لا سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل حاجه بنزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله في اسبوع جديد وطلعه جديده. مش عارف افتح عيني. اشوفكم على خير، يلا سلام. في حاجه مهمه خدت بالي منها دلوقتي، ان انا قلت لكم في اول الفيديو ان هم ما لهمش في القاهره غير فرع واحد بس في وسط البلد. الشنط بتاعتهم مكتوب عليها ان هم ليهم فرع في مصر الجديده في شارع الاهرام، فلذلك وجب التنويه.